يا مساء الخير والسعادة، يلا بينا من الأقصر، من مطار الأقصر تقدروا تيجوا وتقضوا وقت جميل جدا الفترة اللي جاية في الأقصر. عايزة أقول لكم احنا هنا من المطار وتقدروا تيجوا من أي بلد انتوا فيه، تنزلوا معانا في الشقة الفندقية اللي أنا حجزتها دي. كمان الشقة الفندقية دي أوضة واحدة، وزي ما انتوا شايفين كده الريسبشن بتاعها شيك جدا وفرشها نظيف ومعمول فيها اوبن كيتشن، وهي موجودة في البر الغربي على النيل على طول. يعني أنا بفتح البلكونة بلاقي نفسي قدام النيل. الفيو بتاعها حلو جدا. تقدروا كمان تركبوا المعدية وتعدوا على البر الشرقي. عايزة أقول لكم سعرها أرخص من الأوتيلات الموجودة في الأقصر كتير جدا، وهي نفس الرفاهية ونفس اللاكشري والفخامة اللي موجودة في أي أوتيل. يعني لو عايزة أقول لكم إن هي مقارنة بالهيلتون والفنادق العالمية الموجودة مش هتلاقوا حاجة ناقصة فيها. عايزة أقول لكم كمان إن سعرها حلو جدًا وتقدروا تحجزوها من الرقم المكتوب على الفيديو. تقدروا تتنسقوا مع مستر أحمد وتنزلوا فيها. بس بجد المكان مميز جدًا، البر الشرقي ده في مدينة هابو، وتقدروا إن أنتم كمان تزوروا معابد كتير. الأقصر وأسوان، البلد دي يعني لازم تروحوها، تاخدوا رحلتكم في الأقصر وتنزلوا بعدها على أسوان والسد العالي وتقضوا رحلة جامدة جدًا. أنا بافضّلها بدايةً من شهر 10، وبعد شهر 10 بيبقى بقى شهر 1 و2 اللي هو يناير وفبراير عشان الدفا. في الفترات العادية بتكون حَر شوية يا جماعة، بس في الحقيقة من أجمل وأمتع الأماكن اللي أنا نزلتها ورُحت فيها، ومن أكتر الأماكن اللي كانت موفّرة عليّا في الحجز والإقامة هو المكان ده. المكان ده موجود فيه شقة غرفتين، وموجود فيه لو أنتم عريس وعروسة غرفة واحدة، وطبعًا سعرها بيكون أقل. والشقق التانية الموجودة الcapacity بتاعها لغاية 4 و5 و6 أفراد زي ما أنتم عايزين. أنا كده جِبت لكم المكان وجِبت لكم التفاصيل كلّها، والأسعار بقى ما حدّش يقول لي إيه هي عشان هي متغيّرة على حسب الوقت اللي أنتم بتحجزوا فيه، بس مش غالية.